الله الله على الجمال. عملنا صينية بسبوسة بطريقة حلوة قوي، تحفة، هتعجبك وكمان حلوة، وأول مرة نجربها مع بعض الطريقة التحفة للبسبوسة دي. بس بصراحة طلعت حلوة وطعمها ملوش حل، بجد أحلى صينية بسبوسة. في الولاد فضلوا يقولولي وكمان جوزي قالي دي أحلى صينية بسبوسة عملتيها. تعالوا نشوف الصينية البسبوسة الحلوة دي عملناها ازاي، وهنشوف تكاتها وحركاتها، وكمان فيها كام تكة كده هقولك عليهم. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هعملك النهاردة البسبوسة المكرملة بطريقة حلوة قوي وسهلة. عندي كوباية الا ربع من السكر، وعليهم ربع كوباية من المية، وعلى نار هادية ونسيبهم لحد ما يتكرملوا. انا بقولك هنا دي النار المولعه البوتاجاز على نار هاديه، بلاش تعمليها على نار عاليه عشان ما يتحرقش منك. هنسيبه كده شويه لحد ما يدخل في الكرمله او يسيح من الطروف بتاعته كده، وبعد كده نبتدي نقلبه ونشوف هنعمل فيه ايه. كده حبايبي خلاص بدأ يخش معانا السكر في مرحلة الكرملة. فاحنا كده لما بدأت الاقي الطروف بتاعتها بقت ذهبي كده، بدأت اقلب بالراحة كده، وبعد كده سبتها على ما يتكرمل معايا. ما تقلبيش فيه كتير عشان ما يسكرش معاكي ويتكتل وما يتفكش معاكي بسهولة. كده احنا هنسيب السكر بتاعنا كده يتكرمل واحدة واحدة، وانا هبتدي اقلب فيه بالراحة. يعني الطروف اللي تاخد لون ذهبي كده ادخلها لجوه عشان بس ما تتحرقش منك. خلي بالك علشان لو نسيتيه دقيقة واحدة على النار هيتحرق منك، احنا مش عايزين اللون الكرملة الغامق. احنا كده هنبتدي نقلب بالراحة كده في السكر بتاعنا. الكوباية الا ربع سكر دي هتعملي قدامها 3 كوبايات من السميد علشان تعرفي معايير البسبوسة كويس. كده حبايبي هبتدي اقلب بالراحة زي ما انتوا شايفين كده، واحدة واحدة. بلاش تجيبي السكر على طروف الحلة او على طروف اي حاجة بتعملي فيها. ونصيحة مني اعملي في حلة غويطة شوية الكراميل، عشان ما يعني لما بتيجي تعمليه بيبقى بياخد ايه، بيفور منك شوية. كده خلاص دخلت في اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ولسه في كام حته من السكر بتدوب معايا، بس انا عايزاه لونه ذهبي حلو كده، مش عايزاه يبقى اغمق من كده. كده خلاص بدأ السكر، انا بقلب في الكام حبه اللي فاضلين عشان يتقلبوا معايا، كل ده على النار هادي. كده انا بقولك خلاص السكر كله داب، وكمان الكرمله بتاعته لون فاتح كده، انا عايزاه لون فاتح كده. هننزل بقى بكوبايه الا ربع من السمنه. هتحطيها سمنه بلدي ماشي، هتحطيها سمنه نباتي عادي. انا حاطه نصها بلدي ونصها نباتي عادي. البسبوسه عايزه سمنه بلدي عشان تبقى ريحتها وطعمها حلو قوي. هنا عندي كمان كوبايه الا ربع من الحليب، بس نصيحه مني انا حطيت الحليب بارد، كان في التلاجة وجبته على طول من التلاجة حطيته على الخليط ده. بلاش تحطيه بارد زي ما انا عملت كده، انا نسيت وحطيته بارد. انتي دفيه شويه، لان الحليب اول ما ينزل على الكراميل كده هيتفتفت معايا، يعتبر قطع بس بسيط. فانتي نصيحه مني، دي نصيحه مني عشان المصداقيه عندي، تبقي واثقه فيا ان انا ما فيش حاجه هتحصل الا لما اقولها لك. هو بدأ حتى يتكتل بسيط كده من طروف، بس خلاص انا اشتغلت، فهي بصراحه ما اثرش فيها في اي حاجه. بس نصيحة مني حطي ايه، لانه هيعمل فيها فتافيت دهبي غامقة كده شوية. بس انتي حطي اللبن، وحطيت هنا معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. لو مش عندك وعندك سيرب تقيل حطيها، لو مش عندك خالص مش لازم ما تحطهاش، بس هو موجود عندي. زي ما قلتلك اوعي تنسي وتحطي اللبن بارد من التلاجة. انا لما حطيته على الكراميل اللبن اتكتل كده قطع صغيرة كده، فالقطع الصغيرة دي الفتافيت الصغننه دي عملت لون كده في البسبوسه، كانها واحده فاتحه واخده كانها حبايه وحبايه يعني. اوعي تنسي وحطي اللبن دافي. انا عشان المصداقيه وابقى صادقه معاكي، انا فعلا نسيت وحطيته بارد من التلاجة. المفروض كنت ادفيه على النار الاول، بس بصراحه يعني ما اثرتش معايا في اي حاجه غير في اللون بس. بصراحة انا قلبته زي ما انتوا شايفين كده. هتفضلي تقلبي وخلي بالك، لانك اول ما بتحطي الحليب بيفور معاكي قوي، لان انا مهديه النار خالص، فخدي بالك عشان لا قدر الله لسعة الكراميل دي بتبقى صعبة، والفوران اللي بيبقى فيها بيبقى صعب برضه. كده هقلب زي ما انت شايفه كده لحد ما يدوب. ما تخافيش اللي اتكتل معاكي ده كله هيفك معايا الوقت لما يغلي، وهيدوب خالص وهيبقى معانا حلو قوي. بصراحة والله العظيم أول مرة أعمل بسبوسة متكرملة. أول ما جوزي دقها قال لي بجد تحفة، أحلى من كل مرة بتعمليها.
كده خلاص انا سبت الخليط ده معايا. لازم تسيبيه يبرد، ايوه لازم تسيبيه يبرد كويس جدا. بصوا لونه بقى الكرمله، بصوا من تحت كده تلاقوا فتافيت صغننه، دي اللبن قطع كانك حطيتي لبن زبادي، كانك حطيتي كوبايه زبادي. فهي مش هتعمل معايا حاجه، لا عادي، ما احنا بنحط زبادي على البسبوسه عادي. بس طالما انا جهزت الخليط وخلاص خلصت، وكنت بالليل ومش هجيب بقى منين حليب تاني وكده، لا قلت اشتغل عادي وان شاء الله تبقى حلوه. كده انا عندي 3 كوبايات من دقيق السميد، عليهم رشه ملح صغيره، وعليهم ربع معلقه من البيكنج باودر. وفي المرحله دي انت هتخلطي بسرعه بسرعه، هتنزلي السميد على الخليط بتاعنا اللي عملناه ده. بصوا هي كده اهي، لونها هيبقى حلو قوي بجد والله. كل اللي داق البسبوسه قال لي تحفه ملهاش حل، احلى من كل مره. انا بعملها حلوه جدا، يعني انا معروفه ان انا بعمل بسبوسه حلوه، بس المره دي كان طعمها احلى بكتير. جربي الطريقه دي ان شاء الله، وان شاء الله تعمديها في البسبوسه على طول. ويلا لو اول مره تدخلي قناتي فعلي الجرس وشاركي الفيديو مع كل اصدقائك واحبابك عشان يعملوا الطريقه الحلوه دي. وكل تكه في اي حاجه انا بعملها وطلعت معايا فيها حاجه لازم اقولها لكم. كده خلاص عندي الصاج ده، انا بعمل الصاج ده لان ده عندي كيلو الا ربع من دقيق السميد، فمش هينفع اعمله في صينيه عاديه عشان هيبقى كتير عليها. كده انا حطيت، وبصراحه اولادي كان نفسهم في البسبوسه، فقعدوا يقولوا لي يا ماما اعملي لنا بسبوسه، نفسنا ناكل بسبوسه. وكل اللي دقها بجد والله كانت طعمها ملوش حل. كده خلاص الخليط بتاعنا، قلتلك اول ما تحطي دقيق البسبوسه يدوب تقلبي سريع سريع، عشان الدقيق بتاعك بتاع البسبوسه ده لو شد وبقى له عرق البسبوسه هتنشف منك وهتبقى مش حلوه. كده انا نزلت بخليط على الصاج المدهون سمنه كده، وبايدي هفرد الخليط بتاعي كده في السمنه. بصوا انتوا هتحسوا ان في حبايه محمره شويه وحبايه، هي الفتافيت الصغننه دي هي تقطيع اللبن اللي انا حطيته بارد من التلاجة. عشان ما يحصلش معاكي كده، دفي كوبايه اللبن قبل ما تحطيها على الكراميل، نصيحه مني دفيها ما تحطهاش، ولو نسيتي برضه هتبقى طعمها حلو، وبرضه مش هيبقى فيه الا لونها كده ايه، حبايه وحبايه كده كاننا حاطين فيها جوز هند محمص شويه. هنا انا جبت هنا معلقه لبن صغيره وبقيت افرد بيها كده بايدي، يعني الكوبايه ال3 كوبايات دي سميد هياخدوا منك كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع لبن. هي لازم بنفس الكوبايه اللي انت هتعايري بها السميد. وبكده يا حبايبي خلصتها، وكمان هنخبطها خبطتين 3 كده، ومولعه البوتاجاز سخن، الفرن البوتاجاز سخن، وهننزل بقى في الفرن على طول، وفي نفس الوقت هتولعي على السيرب بتاعها. وكده طلعناها من الفرن. الله الله على الجمال. بصوا شايفين بقى الحته الدهبي الصغننه الصغننه، تحس ان انا حاطه فيها جوز هند محمصه دي، هي دي التكتل بتاع اللبن اللي انا قلت لكم عليه. لما كوبايه الزبادي نزلت على الكراميل عملت الحبايه اللي احمرت مع الكراميل شويه، هي لو كانت على البارد على الدافي ما كانتش هتتعمل التكتل ده بصراحة. بس والله كان طعمها فرقت في واحمرت وخدت اللون الحلو بتاعها. وعندي هنا حطيت كوبايتين وكوبايتين من السكر على كوبايتين من المية، وعشان يغلوا غلوة انا عايزة سيرب خفيف خالص، يغلوا معاكي كده حوالي 5 دقايق، وحطي نص ليمونة ومعاهم رشة الفانيليا. وهنا انا عشان مزودة السمنة في البسبوسة ما حطيتش على السيرب بتاعي سمنة، لان لقيت كمية السمنة اللي في البسبوسة حلوة. انت لو لقيتي انت لو عايزة تزودي السمنة شوية حطي معلقة كمان في السيرب بتاع البسبوسة. وكمان من نجاح البسبوسة ان انت بتنزلي بالسيرب بتلاقيها بتشربه في ثواني ازاي. بصي كده، بصي معايا كده، كده اعرفي ان البسبوسة بتاعتك ناجحة طالما بتشرب السيرب بسرعة كده. ان شاء الله تجربي الطريقة دي والله هتعجبك. انا فعلا لما جربتها عجبتني وعجبت زوجي وعجبت اولادي، وقالوا لنا اعتمديها يا ماما في البسبوسة اعملها لنا على طول. انا كنت بعمل بطريقة تانية بس الطريقة دي فعلا عجبتني وقلت اعملها على طول. وكده خلاص بقول لكم سخنة مولعة، حتى ما ينفعش اقطع منها طول ما هي سخنة مولعة كده، انتي برسيبيها تبرد خالص وبعد كده قطعيها. بس انا قلت عشان بصور وعشان اخلص الفيديو انا بوريكي. بصي 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 الحته اللي طالعه دي، بصوا الترميله من هنا بوريكي، بقولك بصي الترميله، بصي جمالها. وكمان لون الكراميل، هي لونها لون الكراميل، خلي بالك هي سخنه وكمان قطعتها وطلعت بالتماسك ده. امال لما تسيبيها تبرد هتبقى ازاي؟